مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو آخر وديما على الصفحة تاعتنا مجدة أزنك أوفيسيال، وهذه المرة في منطقة جديدة، في منطقة إمليل الغنية بالطبيعة والجمال والمياه والواد تبارك الله وخير المياه. مرحبا بكم، اللي بغى يجي يفوج يجي لمنطقة إمليل الرائعة ديما في نواحي ديال مدينة مراكش. ما تمشيو فين غنوريكم كل شيء. كيف ما كتعرفوا منطقة إمليل اللي هي منطقة جبلية رائعة غنية بالمناظر والمياه، واللي بغى يجي يفوج يجي لإمليل. مرحبا بكم. الناس اللي بغاو غير يفوجوا يجيو في البرد، ولكن الناس اللي بغاو يعوموا ويتمتعوا بالمياه يجيو في الصيف. المنطقة ديال إمليل في الصيف كتكون عامرة، لأنه الناس كيهربوا من الصهد والسخونية ديال مراكش. هنا فين كنجيو كنتخباو لأنه المنطقة باردة ورائعة. أما في الشتوى راه كيكون فيها الثلج. حاليا راه كاين تساقطات ديال الثلج، كاين واحد شوية ديال البيوض ديال الفوق ولكن ماشي بحال السنوات الأخرين اللي فاتوا، الله يرحمنا. المنطقة ديال إمليل معروفة بالناس ديالها، الجود والكرم والتعامل. إلا جيتو غتلقاو من الدخلة أجمل وأحسن ترحاب. مرحبا بكم. المنطقة معروفة أنها قبلة للناس اللي كيموتوا على تسلق الجبال، يعني كاينين نصارى كاينين مغاربة كاينين عرب اللي كيجيو باش يديروا تسلق الجبال، لأنه هذه المنطقة هي أقرب بلاصة لجبل طبقال اللي هو أعلى قمة في إفريقيا، جبل طبقال. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على إمليل راه ممكن تجيو هنايا، كاين فين غتباتوا، كاينين دي زوطيل، كاينين دي زوبرج، يعني كاينين بزاف ديال البلايص اللي ممكن انكم تباتوا فيها. وبالنسبه للاثمنه راها في المتناول، كتبدا من 100 درهم وانت طالع. كاينه 200 درهم، كاينه 150 درهم جوج الناس، كاينه 350 جوج الناس، على حسب اشنو خديتي، واش اوتيل او لا اوبرج او لا، على حسب البلاصه. راه كاين بزاف ما تختاروا. الوغ مرحبا بكم. بقاي دابا الا نقول لكم مرحبا بكم في منطقه إمليل، وديما بلادنا الحبيبه المغرب الجميل. ما تنساوش ابوني ولايك وبارطاجيو اللايف باش الناس اللي ما تعرفوش إمليل يجيو يشوفوها. سلام.